بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله النهاردة عندنا أفكار حلوة جدا، حاجات كده سهلة وبسيطة وغير مكلفة. عندي هنا أول فكرة، عندي هنا دي إزازة الحاجة الساعة الصغيرة، هاخدها وأقص منها الجزئين دول. طبعا دي كده هطلع منها بفكرتين إن شاء الله. همسح كده دلوقتي لو عندي أسيتون همسح بيه كده اللي هي مكان الطباعة أو مكان التاريخ الإنتاج اللي بيبقى على الإزازة، مش محتاجاه. لو مش متوفر مفيش مشاكل، بس عايزين الحاجة تبقى تكون معانا شكلها بس حلو ونضيفة. هجيب بقى دلوقتي هنا هشتغل الأول على قطعة الإزازة اللي في الوسط، طبقتها الأول كده من الناحيتين زي ما حضراتكم شفتوا، وهاجي من كل تطبيقة أنا طبقتها هبتدي كده أطبق جزء بمسافة 1 سنتي، وهبتدي برضو أضغط عليه بالمقص عشان يشكل معايا الشكل اللي هنشوفه دلوقتي. تمام كده، بكرر الخطوة دي في الاتجاه التاني فبيديني الشكل دوت. عندي هنا أجزاء من الفوم. هنا دلوقتي برضو دي شرايط انا قصها بالمقص المشرشر، او ممكن تبقى شرايط عادي مقصوصة عادي. انا هنا طبعا بما ان الافكار بتاعتنا بدون مسدس شمع، انا هنا هستخدم اللاصق ده اللي هو لاصق QHU موجود في المكتبات. في منه احجام انبوب يعني بجميع الاحجام. هجيب كده دلوقتي وهاجي في اتجاه من الاتجاهات من الازازه، اوزع شويه من اللاصق ده وابتدي ان انا اثبته على جزء الفوم. انا هنا مثبتاه على ناحيه الفوم اللي هي بالجليتر. ممكن نعمل فوم بدون جليتر زي ما انتوا عايزين. هاجي بقى هنا دلوقتي قصيت القاعدة بتاعتي، وهجيب هنا الشرايط اللي انا قصها بالمقص المشرشر او حتى من غير مقص. شرايط رفيعة جدا ويفضل طبعا يكون بلزق، وهبتدي ان انا الفها حوالين الداير بتاع الشنطة اللي انا بعملها. وطبعا هنا عايزه اقول لكم نقدر هنا برضو اللهم صل على النبي، اللاصق دوت حلو جدا وبيطولش يعني مسافه مفيش بس اقل من دقيقه بنلاقيه نشف معانا. طبعا هنا برضو هلف الجزء التاني من اللي انا قصاه برضو بنفس المقص من فوق، بس هخلي السنون لتحت. تمام كده زي ما حضراتكم شايفين، شرايط رفيعة جدا عشان خاطر هي الشنطة صغيرة مش محتاجة تكون الأحجام بتاعتها أو الشرايط بتاعتها تكون كبيرة. وهبتدي ان انا ثبتها بقت معايا بالشكل الجميل ده. طبعا معلش هنا الجزء دوت الكاميرا كانت مطفيه وانا بركب اليد، برضو حطيت ده شريط من الفوم بعرض 1 سنتي وطول 12 سنتي، حطيت برضو على الطرفين بتوعه اجزاء من اللاصق اللي انا اشتغلت بيه وثبتها في اليد بتاعت الشنطه. هنحط بقى هنا فيها التوزيع او اي حاجه احنا عايزينها، بالون بونبوني مصاصه اي حاجه، قيمه ماديه اللي انتوا عايزينه. طبعا عاملين باللي يناسب البنات والولاد الالوان اللي تفضلوها. ودي كانت شكل الفكره الاولى معانا. يلا بينا نشوف الفكره التانية. الفكره التانية ده الجزء بقى بتاع الازازه اللي هو الاولاني، برضو هبتدي دلوقتي اثبته. اللهم صل على بنفس اللاصق، وعندي برضو اجزاء من الفوم. ممكن نستخدم الغيره لو ما عندكوش اللاصق ده، بس هتستنوا على غيره شويه لحد ما تنشف وتكون غيره مش متخففه بميه، غيره تقيله. ثبت الجزء بتاعي وضغطت عليه بايدي بس شويه كده لمده ثواني بس عشان اتاكد انه مسك معايا، وبعد كده هبتدي اقص الزياده بتاعه اللهم صل على النبي اللي الزياده من الفوم يعني. هجيب برضو من نفس الشرايط اما برضو قصاها شرايط رفيعه، وهبتدي برضو الفها حوالين الطرف بتاعي الاطراف بتاعه الجزء الازازه كله. بنحاول ان احنا نجملها ونخليها شكلها كده لطيف، ويبقى شكلها فكرة مميزة. طبعا برضو هجيب برضو في رقبة الازازة من فوق هلف برضو شريط من نفس الشريط. وبرضو هنا عندي برضو اجزاء رفيعة، يعني شايفين على الحلقة اللي هي بتبقى موجودة في غطا الازازة دي انا برضو قصلها شريط رفيع عشان الف عليه برضو شريط بالفوم. كل ده فوم بلزق زي ما حضراتكم شايفين كده. وهبتدي طبعا اثبت عشان عايزة برضو اغطي غطا الازازة والحلقة اللي بتبقى فيها دي بكل حاجة. تمام. هاجي بقى هنا دلوقتي هبتدي برضو اغطي الغطا من فوق وهبتدي برضو اغطيه من الجوانب. الفكرة دي برضو لذيذة جدا وبسيطة قوي، وبرضو تناسب الكبير والصغير. الحاجات دي كلها والله يعني حاجات مش بتكلفنا حاجة، نقدر ننفذها واحنا كده قاعدين في اوقات فراغنا، وهتنفع جدا وبرضو تبقى هدية قيمة في العيد ان شاء الله. عندي هنا بالونات صغيرة قصاها، وهبتدي برضو ألزق البالونات دي زي ما حضراتكم شايفين كده. هلزق 2 جنب بعض وواحدة من فوق عشان برضو أكمل باقي الشكل بتاعي اللي أنا بعمله للفكرة بتاعتي. ممكن نستغنى عن الخطوة دي ونخليها قطعة الإزازة كده بس أنا حبيت إن أنا أخليها تبقى مبهجة أكتر وشكلها ملفت يعني تبقى أحلى أكتر يعني. طبعا هنا بيرجع حسب ذوقكم وزي ما انتوا عايزين. جبت كده قطع 10 سنتي من الأعواد الخشبية ولفيت عليها برضو شريط رفيع من الفوم تديني بس شكل مموج كده. وابتديت ان انا الف برضو جزء تاني عريض شوية على الطرف بتاع العود الخشب.
وهاجي بقى هنا دلوقتي بحط شويه من اللاصق برضو بتاعي دوت، وهبتدي اثبت البالونات زي ما حضراتكم شايفين كده. وبعد كده هبتدي ان انا بصوا عايزه اقول لكم والله ما بياخدش وقت، ثواني وبنلاقيه مسك معانا. تمام كده، يعني اقل من دقيقه عشان بس اكون صادقه معاكم، اقل من دقيقه وبنلاقيه نشف معانا. عندي بقى هنا ثبتها في الغطا زي ما شفنا، وعندي هنا بونبوني اللي انتوا عايزينه اللي هو بيتباع بالكيلو ده، وحطيته في الازازه بتاعتي وثبت فيها، وحطيت فيونكه برضه عشان تديني منظر جمالي. ايه رايكم في الفكره بتاعتنا؟ لذيذه جدا واموره قوي، يا رب تكون عجبتكم. ما تنسوناش باللايك. وده الشكل النهائي بتاعها. كده احنا طلعنا بفكرتين من الازازه. يلا بينا على الفكره الثالثه. عندي قطعة من الورق بمقاس 10 سنتي و20 سنتي، وطبقتها 2 على بعض زي ما حضراتكم شفتوا. هنعمل مع بعض دلوقتي الماسك بتاع الوش اللي الأطفال بيحبوه بيلبسوه دوت في المناسبات. هنعمله بطريقة سهلة وبسيطة. أنا بصراحة شفته في الشارع ولقيته غالي جدا، فحبيت إن أنا أعمله معاكم بطريقة سهلة وبسيطة، وكله من الورق. عندي هنا دلوقتي أنا برسم معاكم الشكل أو الباترون بتاعي الأول اللي هشتغل بيه، وده أفضل وأهم حاجة لما أجي أعمل فكرة أعمل لها باترون عشان تطلع معاكم كلها مقاس واحد ومظبوطه. هاجي بقى دلوقتي ده الشكل بتاعي بعد ما قصيته، وطبعا انا هسيبه لكم شويه على الشاشه للي حابب يعمل له سكرين. عندي بقى هنا دلوقتي هجيب هنا غلاف بتاع كتاب او كشكول، اهم حاجه يكون تقيل شويه، وهبتدي ان انا اخده احدده كده بالقلم، وهبتدي برضو اقصه زي ما حضراتكم هتشوفوا دلوقتي. برضو فكرته سهله وبسيطه جدا. ده بقى عندي الشكل ده. عندي بقى هنا دلوقتي ستيكر الليزر، وعندي هنا بكر اللزق الليزر. للي مش متوفر عنده الستيكر يقدر يلزق عليه اللزق الليزر ويقص طبعا الزياده، وفي منه الوان كتير. اللزق الليزر ده زي ما حضراتكم عارفين. هنجي دلوقتي اثبت كده الشكل بتاعي، وبثبته على الناحيه اللي عليها الطباعه بتاعه الكرتون عشان يبقى الناحيه التانية شكلها نظيف وحلو. وهاجي بقى دلوقتي بعمل فتحات بسيطة كده في الأطرف عشان دي الجزء اللي هنركب منه الأستك. تمام كده. عندي بقى هنا الجزء الأستك دوت، وعندي يا إما الأستك اللي هو الشفاف بتاع الحظاظات، يا إما الأستك اللي هو المدور ده. أي حاجة متوفرة عندكم تقدروا تستخدموها. هاجي بقى دلوقتي بدخله كده بأي حاجة ليها سن، وابتدي إن أنا أعمله أربطه وأعقد له عقدتين كده من الناحية التانية، وهثبت الطرف التاني بنفس الشكل. فكرته برضو لذيذة وحلوة جدا، وتوزيعة جميلة للأطفال هيفرحوا بيها جدا جدا، وشكلها برضو في النهاية بفضل الله شكلها برضو تحفة. انا عامله كام واحد وهوريكم شكلهم برضو عامل ازاي. ده الشكل كده بتاعي الاول، وادي التاني. الوان بقى شكلوا براحتكم. ده الستيكر ده بيتباع بالمتر يا جماعه اللي انا اشتغلت بيه، يا اما اللزق الليزر. الفكره بقى معايا الرابعه والاخيره. عندي هنا دي كيس عادي هو خالص، وحطيت فيه شويه من البونبوني والملبس، وحطيت فيه المصاصه وبالونه والقيمه الماديه. ده بقى ابسط حاجه للي مش حابب يعمل اي حاجه، يعني عايز حاجه كده تكون سريعه وبسيطه خالص. وهبتدي كده دلوقتي اجيب سلك رباط او ممكن اجيب شريط ستان، وهبتدي اربط بيه الكيس بتاعي. وده ابسط واسهل فكره معانا. يا رب تكون افكاري النهارده عجبتكم. افكار كلها سهله وبسيطه وبدون مسد الشمع للي ما عندوش. حبيت ان انا ابسطها عليكم النهارده. ما تنسوناش باللايك والاشتراك في القناه. شكرا ليكم والسلام عليكم.